القصة دي بدأت كبلاغ اختفاء عادي جدا لشاب اسمه عمرو، بس بسرعة جدا الموضوع اتحول للغز معقد. لغز بدايته كانت تليفونين في مكان واحد، ونهايته كانت فتح بوابة على المجهول. وفجأة الوضع تصاعد. الموضوع ما بقاش مجرد شخص مفقود، لا ده تحول لمسرح جريمة محتمل، مكان مليان غموض وخطر. المكان كله اتقفل بالشريط الأحمر، والشرطة وخبراء الأدلة الجنائية وصلوا. لكن الغريب إن كل العيون كانت مركزة على حاجة واحدة بس: الفتحة الغامضة اللي في السور. هي دي الفتحة اللي عمرو بنفسه وسعها عشان يدوب تعدي راجل واحد، والأغرب من ده كله كان بيطلع منها هوا سخن وغريب، كأن الأرض بتتنفس من تحت. طبعاً أول حاجة فكروا فيها يمكن دي حفرة صرف صحي قديمة، أو يمكن نفق أثري. بس المشكلة مفيش أي خرايط بتأكد الكلام ده، وفضل الهوا السخن ده طالع والضباط واقفين محتارين مين عنده الجرأة يبعت فريقه للمجهول ده. التردد ده كله انتهى في لحظة بسبب اكتشاف واحد بس، اكتشاف أجبرهم ياخدوا قرار ممكن يغير كل حاجة. لما فتشوا تليفون عمرو لقوا تسجيل صوتي، تسجيل لأخوه سامح وهو بيصرخ وبيستنجد، صرخة فيها كمية رعب مش طبيعية. في اللحظة دي ما بقاش فيه أي اختيار تاني، كان لازم يدخلوا. وعلى طول جهزوا فريق من الحماية المدنية، 3 رجالة معاهم كشافات قوية وأجهزة تنفس. مهمتهم كانت واضحة: يقتحموا الضلمة دي ويشوفوا إيه اللي ورا السور. وفعلاً الفريق بدأ يدخل، واللحظة اللي آخر واحد فيهم عدى من الفتحة حصل اللي محدش كان عامل حسابه. واحد ورا التاني دخل الأول، وبعده التاني، وبعده التالت، وبمجرد ما الراجل التالت عدى جهاز اللاسلكي فصل. سكوت، صمت تام ومخيف. اللي شافوه جوه ما كانش نفق خالص، ده كان مكان تاني، مكان غريب جدا. سما لونها أحمر باهت ومقابر مفتوحة لحد آخر ما العين تشوف. الهوا كان تقيل وسخن، حسوا في لحظتها إنهم مش في عالمنا، لأ هم دخلوا بعد تاني. الغريب إنه ما كانش فيه وحوش زي ما سامح وصف، مفيش أي حاجة، فيه بس صمت، صمت رهيب ومطبق. كل اللي كانوا سامعينه هو صوت نفسهم التقيل جوه الأقنعة، وصوت خطواتهم على أرض عاملة زي الرماد. فضلوا ماشيين بحذر في الصمت ده لحد ما نور كشاف واحد منهم كشف عن مشهد هيفضل يطاردهم طول عمرهم. هناك في وسط المقابر المفتوحة لقوهم سامح وعمرو مرميين جنب بعض. عرفوهم من الصور اللي معاهم، بس الحقيقة اللي شافوها كانت أبشع من أي كابوس. السؤال هنا ما بقاش هم فين، السؤال بقى إيه اللي حصل لهم؟ لأن حالة الجثتين كانت حاجة ما تتصدقش، حاجة ضد كل منطق. الجثث كانت متحللة بشكل فظيع، كأنهم ميتين من أسابيع طويلة، مش من كم يوم بس. وهنا بالظبط فهموا الحقيقة المرعبة: المكان ده مش بياكل الأرواح، المكان ده بياكل الزمن نفسه. الوقت جوه بيمشي أسرع بمراحل وبيدمر أي حاجة بتدخله. الفريق قضى جوه حوالي 2 ساعات حسب تقديرهم، بيوثقوا المكان وبيجهزوا الجثث. ولما رجعوا تاني ناحية فتحة النور اللي دخلوا منها كانت مستنياهم صدمة تانية. لما طلعوا من الفتحة لقوا الليل بقى نهار، المكان كان مليان عساكر وكلهم بصوا لهم كأنهم شايفين أشباح. واحد من زمايلهم جري عليهم وهو بيعيط وبيقول: كنتوا فين؟ قائد الفريق بص في ساعته لقاها واقفة وسأل وهو مش مستوعب: إحنا غبنا قد إيه؟ كان فاكر إنهم 2 ساعات بالكتير. الرد نزل عليهم زي الصاعقة من ضابط تاني: انتوا غايبين بقالكوا 4 أيام كاملة، احنا افتكرناكم ماتوا زيهم. الساعتين اللي قضوهم جوه كانوا بيسووا 4 أيام في عالمنا. طبعاً بعد اللي حصل ده الكلام عن الجن والأبعاد التانية سكت خالص. القضية اتقفلت بتقرير رسمي، بس اللي حصل بعد كده بيوضح إنهم كانوا بيحاولوا يدفنوا سر أكبر من كده بكتير. التقرير الرسمي قال إيه بقى؟ قال إن سبب الوفاة غازات سامة بتسبب تحلل سريع وهلاوس. دي كانت القصة الرسمية، مجرد غطاء لحقيقة محدش قادر يفسرها. الموضوع متسابش للصدفة، المنطقة كلها اتهدت، ولمدة أسبوع كامل عربيات الأسمنت كانت رايحة جاية بتصب أطنان من الخرسانة المسلحة عشان يدفنوا السر ده للأبد. البوابة اتقفلت، يمكن للأبد،
بس سابت وراها سؤال مرعب، يا ترى في كام بوابة تانية زيها لسه مفتوحة مستنية ضحية جديدة يقتلها